عايز اخش سجن ابيع فيه حبايتين اجر تليفون. انما جمصه ما فيهوش الكلام ده. ده جمصه ما فيهوش حبايه ريف. جمصة مصحة. وكانت كل مشاكلي عشان عايز امشي من السجن. وائل الشارودي ده انا كنت باخد بياتا. يعني ايه بيت؟ بياتا علبه سجاير. من جدعنته اداني علبتين سجاير وقال لي وائل الشارودي رئيس المباحث. باخد علبه من مصلحه السجون. انت بتاخد علبه؟ كل يوم. هو قال لي انا هديك علبتين وعايزين نقعد مع بعض رجاله مش عايز مشاكل. وقلت له بصراحه يا عم احمد، قلت له انا عايز سجن ابيع فيه حبايه برشام ارزق فيه. عند سعادتك هنا مفيش. عند سعادتك هنا انا نايم على متر. قلت له انا جاي من سجن كنت مسيف فيه، يعني بنام على جنبي. لو زعبل ابو زعبل. ابو زعبل اللي بس هو في بقى حركه في مصلحه انت بتعملها شغال. ايوه يا عم مش حاسس بالحبس يا عم. طب والحاجه بتخش لك ازاي؟ يقول لك صرصره وحششه بس مش عايز شرطه. يعني ايه شرطة؟ ابو صليبه. ابو صليبة اللي بيعمل مشاكل. ابو صليبه ده يخليك تقطع بعض. الرجاله تبرشم وتهب بالليل البومب يضرب. يجيب من قديم واحد بص لك بصه ما عجبتكش تفتكرها. بعدين انا بعرف ادق، يعني مثلا ممكن لما اخذ في اللفظ يعني انت على راسي. عبد المغيث ده كان عاملها ب3 علب. يعني ايه؟ كلمة عبد المغيث. يعني انا بمثل لك لا مؤاخذة يعني. تكتبها تدقها يعني ادقها مثلا كده بتاع ب3 علب. ب3 علب. 3 علب سجاير وكده. وبعدين الحبر دلوقتي مبقاش. شفت الاقلام الفلوماستر دي؟ بتخش عادي. يعني ولا فيها رواية ولا تصنيع ولا الكلام ده كله. بص بس مش عارف اقراها لك. مش مهم. بص في حبر شيمي. حبر شيمي؟ قال لي في ناس جايه تتخانق معايا. خلي بالك يعني. ما بيجلش الواد. قلت له ما تتصلش على الحاج عبد المغيث، انا اقرب منه وانا في ثانيه هكون عندك. خدت فردين وخدت 3 رجاله وخدت عربيه ذكور. انت عارف بتوع الجيزه اول ما شافوني وكان جايب ميكروباص يا عم احمد. حصل. عشان يتخانق مع يحيى ده. عارف ال 3210 يا عم مسكوا معاه تليفون، هم مرحلينه بقى. ايه يعني ما كان معاه تليفونات هنا؟ ما مسكوش معايا كمان. ده مسكوا مع واحد وانا مأجره ب1000 جنيه في الليله. ايه؟ الصغير ده؟ مأجره ب1000 جنيه في الليله؟ ازاي؟ مأجره للأوضة. هتلاقي عسكري ولا صندي ولا يا عم استنى بس اما افهم منه. بس مأجره ب1000 جنيه في الأوضة في الليله، هيجيب 1000 جنيه منين؟ العيال الأوضة فيها 30 واحد. ماشي يبقى يدفعوا عايزين يطمنوا على أهاليهم. ايوه ماشي. يتحول لي رصيد أو باخد بالباقي سجاير. مشكلتي أنا إن إحنا في قلم الخطرين. إخواتي 2 متأبدين في رئيس أيوه في رئيس مباحث دايرتنا. أنا مخصوص تبع القليوبية. إخواتي موتوا رئيس المباحث. ضرب أمي. ايوه ضرب امي. بيندهر ابويا زي الفيلم بتاع الجزيره. بيقولوا لابويا مكرم الله صالح مصطفى. مكرم الله صالح مصطفى قدامك ساعة زمن. لم عيالك واحنا هنخش. اللي قتل هناخده ومش هنعمل حقه فعلا. هشام خطاب ده اللواء ده جيب المدرعة. بيقول لابويا مين اللي عمل كده؟ انا متجوز معايا 3 بنات. كان لسه معايا اول 3 بنات دينا وهبه وسندس. بيقول لابويا مين اللي موت؟ شريف بيه. قال له خد محمد وخد عبد الله. على مين بقى؟ على اخواته. على اخواته. ومين اللي موت؟ مش هم اللي موتوا؟ هم اللي موتوا. طيب ماشي. احنا بعنا المخدرات مش عشان ناكل، عشان نصرف على المحابيس. واحنا 5 محبوسين. محدش شال خشبته غير اخ واحد بس. انت قصدك بعت مخدرات جوه؟ ايوه عشان يبيع عشان يصرف عشان تشتغل بقى عشان تودي فلوس بره. يا عم لا بقى. ولا بعت مخدرات فين؟ واحنا بنصرف. احنا ماشيين غلط في الشارع عشان نصرف على اللي الحكومه عملته فينا. انا اتعمل لي ورشه سلاح قعدت احقق فيها 27 شهر. والظابط ضربني بالراجل بالنار في رجلي.
القاضي عارف ان انا هروح، القضية بايظة، مفيش ورشة سلاح بيبقى فيها بنادق شجان العقرب. يعني ايه بنادق شبان جندل يعني؟ قضية ورشة سلاح يعني انا بصنع، اه هعمل بندقية شجان مش زي مستوردة. هعملها ازاي؟ القضية كانت بايظة، وكان عامل لي اذن نيابة، وكان عامل لي الكلام ده كله، والقاضي عارف ان انا هروح القضية بايظة، وفضل يأجل لي 27 شهر، وبقول له ضربوني بالنار في رجلي، الطلقة في رجلي، يقول لي انت مش مجرم يعني؟ انت لو طلته مش هتضربه بالنار. وكان على اليوتيوب ورام سعيد، طلعت على اليوتيوب. جات لك هناك؟ امال ايه؟ هات مديرية امن، هات وزارة الداخلية، مديرية امن القليوبية، اخطر قواضي السلاح 2014. هتجيبك. ايوه هطلع انا واقف لابس الجلابية والجاكيت والشال العرباوي، وهو راصص الحاجة قدامي، واللي قال لي هقول لك كذا كذا كذا، والقضية مش كده. لا، القضية مش كده. أنا واخد عربية نحاس، وقال لي مش هعمل لك سرقة بالإكراه، هعمل لك كذا كذا كذا، واللي أقول لك عليه تقوله، والقضية بايظة. باب السجن ده أقرب من باب الجامعة. أنا طالع في شهر 6. شهر 6 اللي فات ده؟ طب يا عم طب أقول لك على حاجة واحد، اللي وأنا نازل من السجن الضابط يقول لي لو عرفت إن أنت ضربت طلقة، ولا عرفت إن أنت معاك طلقة فاضية، هعمل لك قضية. وحش واحد. هو وحش جدا.